ومن قلب دار الأوبرا المصرية، من إحدى قاعات الملتقى، والحاضرين خارج من القاعة وعايزين نتعرف عليه. معاكي مدحت النجار. أنا عايزة يا أستاذ مدحت دلوقتي أعرف إن كنت حضرتك دلوقتي في الملتقى، كان بيدور أحداثه عن إيه؟ هو المهرجان اليوم تشجيع للشباب ودعم للشباب اللي هو بيعمل أفلام قصيرة أو بيشتغل في مجال الفن السينمائي. فهو في رعاة كمان جوه بيحاولوا يساعدوا او يدعموا الفنانين الصغيرين والمخرجين الصغيرين. في بعض المخرجين والساده الحضور جوه وفي تكريمات وكده يعني انت من وجهة نظر حضرتك ان الملتقى هيلاقي صدى لتبني المواهب الجديدة والكوادر الجديدة اللي هي هتطلع بفن اصيل زي زمان؟ هو النهارده طبعا اول يوم للملتقى واول سنه يتعمل فيه الملتقى دوت، فانا شايف في كميه شباب جوه ما شاء الله، وده بيدي دعم طبعا، بيدي دعم للشباب اللي بيساعد الشباب. انا مريت بالتجارب ديت، يعني فعلا في عقبات كتير قدام الشباب في جميع اعمالهم، فما نلاقي حد بيمد ايده ويساعدنا لا طبعا نلتف حواليه. متشكرة ليك يا استاذ مدحت، سعيدة جدا بلقائك. شرف بحضرتك. انا شكرا.